تخيل أن 3 أشقاء طلقوا زوجاتهم فقط لأنهن رفضن رعاية أمهم المريضة. هذه القصة مستوحاة من حادثة حقيقية. في إحدى القرى مرضت امرأة مسنة لا تقوى على خدمة نفسها، فاجتمع أبناؤها ال3 عندها، وكل منهم ظن أن زوجته ستتكفل برعايتها، لكن المفاجأة كانت أن كل زوجة رفضت. الأولى قالت: أنا لست ملزمة بخدمتها، واجبي معك أنت فقط. والثانية قالت: إنها أمك وليست أمي، وإن فعلت فهذا من باب الإحسان لا الواجب. أما الثالثة فقالت: سأساعد بقدر طاقتي، لكن لا أستطيع أن أترك أبنائي وبيتي بالكامل. اشتعل الغضب في قلوب الأشقاء، فوقفوا جميعا وقالوا في لحظة واحدة: إذن لا حاجة لنا بكن، الطلاق بال3. انتشر الخبر في القرية وانقسم الناس، فريق قال: أحسنوا صنعا، فالرسول قال: أمك ثم أمك ثم أمك، والزوجة التي لا تعين زوجها على بر والدته لا خير فيها. وفريق آخر قال: الزوجة لا يجب عليها شرعا خدمة أم زوجها، إنما هذا من باب المعروف فقط. أما الواجب فهو على الأبناء وحدهم، وكان عليهم أن يوفروا خادمة أو يخدموها بأنفسهم. وبقيت الأم تبكي، لا تدري أيهما أثقل على قلبها، مرضها أم خراب بيوت أولادها بسببها. سمع الخبر شيخ القرية فعلق قائلا: الدين أمر ببر الوالدين، ولم يلزم الزوجة بخدمة والدة زوجها، لكن الزوجة الصالحة التي تعين زوجها على طاعة ربه تكرم في الدنيا والآخرة. وكذلك الزوج العاقل لا يفرط في بيته، بل يوازن بين بر أمه وحفظ أسرته.